السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على كل اللي بيشوفني أو مساء الخير، دايما يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة وحلوة جدا. زي ما انتم شايفين كانت مستوية وكمان شكلها حلو، وكمان كان طعمها حلو جدا جدا. ده كان شكل الطبق بتاعي، كان معايا شيبسي فينو، كمان كان معايا الكاتشب. تمام، يلا بقى كده نسمي بسم الله ونشوف هنعمل مع بعض الكبدة دي ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلوا عليه. مبدئيا كده الكبدة بتاعتي قطعتها شرايح، قطعوا التقطيع اللي انتوا حابينها. غسلتها كده غسلة بسيطة، عصرت عليها ليمونة، كمان شوية ملح شوية خل، وقلبتهم كده في الكبدة. تمام، جبت الطاسة بتاعتي حطيت فيها المادة الدهنية وهي الزيت. حطوا زيت يا جماعة غزير، بنستنى درجة الحرارة تسخن جدا جدا، الزيت بتاعي يسخن قوي يعني بجد، الزيت يكون سخن جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعتها شرايح كده بالشكل ده. طبعا بعد ما قطعتها شرايح حطيتها كده في المصفى، وحطيت عليها عصرة ليمونة، حطيت عليها شوية ملح شوية خل، وابتديت ان انا اقلبهم وسبتهم كده في المصفى. وتحتهم طبق زي ما انتوا شايفين كده نزلت شوية من السوائل. تمام، هنزل كده بنص الكمية في الطاسة بتاعتي تاخد الصدمة بتاعتها، ولونها كمان يغير تماما. تمام، شايفين اللون بتاعها غير، لان انا طبعا سايبه الزيت بتاعي سخن جدا. ايديا كده فيها على طول بنحركها على طول على طول، بحيث ان هي تتقلب يعني. اللي اخد الحرارة نقلبه زي ما انتوا شايفين كده يعني. قطعوا انتوا يا جماعة التقطيعة اللي انتوا حابينها، ولكن انا حبيت ان انا اعملها شرايح كده طويلة. طبعا على حجم بقى كل قطع الكبدة اللي كانت معايا انا قطعت على الحجم ده. ابتديت كده طبعا ان انا نزلت المية بتاعتها او العصارة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. هاخد دول كده بعد اما كلهم ما عادش يبقى فيهم اي دم، هاخدهم كده اركنهم كده على جنب في نفس الطاسة برضو، هركنهم كده على جنب وانزل بكمية تانية. شايفين ببتدي كده ان انا احولهم كده على جنب من الطاسة، وهنزل بالكمية الباقية. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هي خلاص. طبعا الكبدة ليها 100 طريقة وطريقة. ممكن نعملها كبدة ناشفة كده بنقليها وبنرش عليها شوية بهارات، نحمرها مع فص ثوم بتبقى برضو طعمها مميز. ممكن نتبلها ونعملها زي البانيه، يعني زي ما انتوا حابين. بس الطريقة دي حلوة للسندوتشات، علشان بيكون مبلولة شوية أو فيها صوص شوية، فبتكون حلوة للسندوتشات. تمام، ابتديت ان انا احط الجزء الباقي كده، وابتديت برضو ان انا اقلبه بحيث ان كلها تنزل الدم بتاعها وتاخد الصدمة بتاعتها. تمام، لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو ولسه ما عملتلوش لايك، يلا حلوين بسرعة انزلوا اعملوا لايك. بجد بتعب كتير جدا عشان اقدم لكم الوصفات دي، وعلشان اصور لكم كل حاجة بعملها. الكبدة بتاعتي خلاص كلها اخدت صدمة، ابتديت ان انا اقلبها كلها خلاص مع بعضها، كلها لونها بقى واحد. شايفين معايا معلقة توم كبيرة، كتروا التوم. التوم يا جماعة بيفرق جدا في الطعم، بيودي الكبدة بجد في حتة تانية خالص. الكبدة من الحاجات اللي بتحب التوم، يعني في أكلات كده معينة بتحب التوم والتوم الكتير كمان. تمام، كتروا التوم زي ما أنا قلت لكم. أه هسيبها كده طبعا، اقلبها كده شوية مع بعض، اجهز البهارات بتاعتنا. البهارات هتكون ملح فلفل كمون شوية كزبرة ناشفين، ورق لوري حبهان مطحون، و اي نوع حاجة حابين تضيفوها. جوزة الطيب برضو بتبقى حلوة جدا جدا في الكبدة. اي حاجة حابين بقى تضيفوها اختياري، بتضيفوا اي نوع انتوا حابينه. شوية شطة
زي ما انتوا حابين. تمام. انا هنا جبت البهارات بتاعتي وهبتدي انزل على الكبدة بتاعتي. وطبعا مفيش مشكلة لو عندنا بهارات كبدة اصلا بنضيف لها شوية، انا طبعا ضفت شوية. دي بهارات كبدة جاهزة يا جماعة. تمام. عملت كده بصلتين في الكبة وابتديت ان انا انزل عليهم على وش الكبدة بتاعتي خلاص لونها غير ودخلت في مرحلة السوى. طبعا البصل مش بياخد اي وقت. نزلت كده بالبصل بتاعي على وش الكبدة، مش هقلبه، انا هسيبه كده وهبتدي ان انا اغطي الكبدة بتاعتي. هتشوفوا البصل وهو بيستوي وهو نزل لتحت اصلا ولونه غير يعني. هسيبه كده اهو. شايفين الحروف؟ يعني مش كل البصل غير، بس اللي فوق ده حتى استوي وبعض البصل نزل لتحت، بيدي نكهة حلوة جدا. بعد ما بوصل للمرحلة دي ببتدي ان انا اقلبه كده زي ما انتوا شايفين. تمام. هنا طبعا هنقطع قرن فلفل حامي او بارد زي ما انتوا حابين تزودوا فلفل الوان زودوا. بقلب كده الكبدة في البصل وهبتدي برضو ان انا انزل عليها بالفلفل. انا كان معايا قرن فلفل احمر حامي، نزلت كده على الكبدة بيه وهسيبه طبعا 5 دقايق لحد ما الكبدة بتاعتي احس ان هي نشفت وكمان ابتدت ان هي تستوي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى كده اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. هنشوف مع بعض الكبدة بتاعتنا استوت ولا لسه جامدة شوية. طبعا أنا مش مستعجلة عليها ولا حاجة، هي أصلا لسه فيها مية. أوطي عليها واسيبها لحد ما بتستوي وبتنشف تماما. زي ما قلت لكم احنا مش مستعجلين ولا حاجة. دايما يا جماعة نبتدي الأكل بتاعنا بدري عشان ما نكونش مستعجلين. زي ما انتوا شايفين الكبدة بتاعتي خلاص نشفت وكمان استوت. تمام كده. هقلبها برضو تقليبة حابة ان انا اوريها لكم زي ما انتوا شايفين كده. نشوفها بقى ان شاء الله مع بعض كده في الشكل النهائي. ده كان شكلها. انا هنا بوريكم ان الكبده بتاعتي استوت ونشفت خالص من الميه اللي كانت موجوده فيها. بجد ريحتها حلوه قوي قوي قوي، حاجه كده بجد تستاهل بقكم. كمان عملناها في البيت احسن وانضف 100 مره من اي حاجه بناكلها جاهزه. شايفين بقى؟ هنشوف شكلها باذن الله في الشكل النهائي زي ما شفناه مع بعض في أول فيديو. حاجة كده بسيطة. شايفين؟ حلوة قوي 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 بجد. وده بقى كان شكلها البسيط زينه زي ما انتوا حابين. انا حطيت عليها كزبره وبقدونس. ده كان شكلها يعني تستاهل بجد. نقول يا سيدي يا سيدي، وتستاهل ان انتوا تعللوا الفيديو ده. وعايزة أكبر عدد من اللايكات يا جماعة، مش هتخسروا أي حاجة. اللايك بيرفع معايا من الفيديو بجد. أنا بتعب علشان أقدر أقدم لكم الوصفات دي. انتوا كمان ما تبخلوش عليا باللايك. يا ريت تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم وشير الفيديو ده لأكبر عدد. يلا بقى استودعكم الله في رعاية الله وحفظه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.